الله قال في القرآن، وهذا كلام في القرآن: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. أحق أن تقوم فيه، الحق الأصلي للمساجد التقليدية القديمة قبل ما يغزو الربا العالم العربي والإسلامي. عاد ما في ربا في العالم العربي والإسلامي، عاد حضرموت كل الناس يشتغلون بسواعدهم ويأكلون من عرق جبينهم، يبنون مساجدهم بأيديهم. هذا الحلال، هذا تقبل فيه الصلاة، هذا تنزل فيه السكينة. اليوم نحن نبني مساجد في كل مكان، لكنها ما شاء الله مخلوطة مخبوطة، لكن نحن ما نرى الخبط والخلط، لأنه ما هو الخلط والخبط في البناء، قدها العقول مخبوطة، القلوب كذلك مخلوطة، اختلط الحابل بالنابل. إذا أردنا أن نتحرر، وذا كلام مهم، نتحرر كما تحررنا من الاستعمار، يجب أن نتحرر من سوء الأفكار، فإن الأفكار الشيطانية هي التي دمرت المجتمعات.